لو عندك ريش ضاني فدي أحسن وأسهل طريقة تعمليها بيها، والتتبيلة هتنفعك لكل أنواع اللحمة. عندي هنا كيلو ونص من الريش، هجهز التتبيلة بتاعته: بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة، طماطمايه مبشورة وبشيل القشر بتاعها وانا ببشرها، وقرن فلفل متقطع حامي او بارد، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البهارات، وحبهان وورق لورا. هحط عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهقلب التتبيلة مع بعض. هبدأ أحط كل قطعة لحمة في التتبيلة كده وأغلفها كويس بيها وأحطها في الطاجن، وممكن كمان أرش عليهم التتبيلة كلهم وأقلبهم مع بعض. بعد ما اخلص رصهم في الطواجن هحط باقي التتبيله عليهم كده واسيبهم ساعه، وبعدين ابدا اسويهم. والطاجن لو ملوش غطا حطوا عليه ورق زبده، وبعد كده غلفوه بالفويل بحيث يبقى متقفل كويس. سويته في الفرن على درجة حرارة 180، وكل نص ساعة ببص عليه عشان اتأكد انه فيه مية. لو لقيت المية خلصت منه بزود له مية مغلية. وده اخد معايا في الفرن ساعتين، بس ده طبعا على حسب نوع اللحمة وقطعيتها. ولما لقيته استوى نزلت عليه بطاطس متحمرة بنسبة 90% وقلبتها معاه، وسبتهم بس 5 دقايق في الفرن عشان ياخدوا من طعم بعض. وانا بفضل اضيف البطاطس في الاخر وتكون متحمرة عشان ما تنزلش النشا بتاعها في الصوص بتاع اللحمة، وكمان لو حطيتها من البداية هتتهري. وكده الطاجن بقى جاهز معايا، واللحمة دايبة ورهيبة. بقدمه دايما مع رز بالشعرية، بيبقى تحفة. جربوه وما تنسوش تقولولي رأيكم.